الليبرالية أو الحريات الفردية. مرحبا، أنا مير وهيدا بودكاست السياسي وحلقة جديدة من سلسلة مستقبل سوريا كيف لازم تكون. بصراحة كنت متردد من إضافة هيدا الحلقة للسلسلة بحكم أنه حكينا كتير مواضيع بخص مستقبل سوريا، منها العلمانية والمساواة وحقوق إنسان والمدنية وغيرها، وبشكل تلقائي تم معالجة مسألة حريات الفردية بكتير مواضع. لكن موضوع حريات الشخصية حسيت انه معدومة ببلدنا وعم تنتهك مش فقط بالقوانين، انما من مجتمع والدين وعادات وتقاليد وحتى من الشخص نفسه. لهيك حسيت انه لازم اعمل حلقة مستقلة احكي عنها واشرح وجهة نظري. لكن ما رح تكون الحلقة عن قوانين ودستور ونظام، إنما رح يكون شوية أفكار براسي حابب شاركها معكم. المهم من دون مقدمة طويلة خلينا نفوت دغري بالموضوع. كل ما اسمع حدا بيقول لي هيدا وقت مش وقت حريات فردية، في أولويات، بحس مثل يلي عم بيقلك مش وقت تتنفس، خلينا نحل مشكلة السقف بالأول. طيب خيي، إذا ما في نفس شو نفع السقف؟ الحريات الفردية هي مش رفاهية، هي مش قصة انه البس شو ما بدي او حب مين ما بدي او سب الله او آمن فيه ولا لا. هي أعمق من هيك، هي انك تكون انت نفسك، مش نسخة طبق الأصل عن بيك ولا عن شيخك ولا عن زعيمك ولا عن خوفك. الحريات الفردية يعني يكون عندك الحق تقرر لجسمك ولعقلك لقلبك، يعني ما حدا يتدخل بتفكيرك، ما حدا يتدخل بلبسك، بمين بدك تحب أو بشو بتآمن أو بشو ما بتآمن. وليش كل هالشي مهم؟ لأنه بدونها الإنسان ما بيعود إنسان، بيصير كائن بعيش ليرضي غيره، بعيش ليتخبى، ليكذب، ليجامل، ليعيش بنصه مش بكامله. كرامتك مش إنك تكون محترم بعيون غيرك، كرامتك إنك تكون حر قدام حالك. إذا بدك تعيش كفرد حر بسوريا، بدك تكون عم تلعب بالنار، مش لأنك عم تأذي حدا، بس لأنك قررت تعيش عذوقك، قررت تحب اللي بدك إياه، تلبس مثل ما بترتاح، تفكر بصوت عالي، أو حتى تقول أنا مش نسخة عن حدا. بهالبلد في شي مش مفهوم، كأنه الكرامة الفردية ممنوعة، الاختلاف مش مقبول، والحرية خطر على النظام العام. وما حدا بيقلك هالكلام مباشرة، بس بتحسه بكل تفصيلة، بالشغل، بالحارة، على السوشيال ميديا، بالجامعة، حتى جوا بيتك. أوقات الناس بتخاف تقول رأيها، بتخاف تجرب، بتخاف تعيش بصراحة، لأنه في 3 قوى هن القانون والدين والمجتمع ماسكين رقبتك وناطرينك تغلط. والمصيبة إنه هل 3 قوى، الدين، القانون والعرف الاجتماعي، متفقين على شغلة واحدة، ما في فردانية، في قالب جاهز، وإذا ما دخلت فيه يا بتدفع الثمن يا بتنحط على الهامش. كلنا نعرف قصص ناس انحبست، ناس اتفصلت، ناس انقتلت معنويا بس لأنه كان بدها تكون هي نفسها، مش حدا تاني، مش مجرمة، مش عميلة، مش إرهابية، فقط مختلفة. يعني بسوريا اليوم حريتك مش محفوظة، لا بورقة قانون ولا بحماية مجتمعية ولا حتى بمساحة دينية. حريتك مثل الممنوعات، كل الناس بدها إياها بس ما حدا بيحكي عنها. ببلد مثل سوريا لما الحريات الفردية بتكون مكبوتة،
الليبرالية ما بتجي كترف فكري أو نقل عن الغرب. الليبرالية بتضل مثل شباك صغير بزنزانة كبيرة. ما حدا ولد ليبرالي، بس كتير ناس ولدت مختنقة، ولما تعبت من التقليد والطاعة والخوف فتشت على شي تقدر تتنفس فيه، ولقيت انه فكرة اللي بتقول يعيش مثل ما بدك طالما ما عم تأذي غيرك هي أكتر فكرة منطقية بالبدايات. الليبرالية مش شيء مرسوم ولا نظرية جامدة، هي صرخة الفرد عم يقول اتركوني بحالي. الليبرالية ما بدها تحول مجتمع فجأة ولا تهد الهويات، هي مجرد بدها تحط حد أدنى من الاحترام لأي شخص بده يعيش عزوقه. يعني بدك تصدق دينك حر، ما بدك تصدق كمان حر، بدك تحب مين ما كان أنت حر، بدك تلبس أو تحكي تفكر تشتغل تتجوز ما بدك تتجوز، هيدا قرارك مش قرار حارتك ولا قرار شيخك ولا قرار جهاز أمني. المجتمع يلي ما بيحمي الفرد من القطيع هو مجتمع عم يعيد إنتاج القمع بس بطريقة محلية. والأخطر إنه الكلمة نفسها ليبرالية صارت مثل شتيمة تنقال عنها تقليد للغرب، فساد، فلتان، كفر. بس اللي بيهاجمها ناسي إنه معظم يلي هربوا من سوريا ما هربوا فقط من القذف والدمار، هربوا من عيشة ما فيها حرية شخصية. يعني الليبرالية بهيك بلد مش موضة ولا مؤامرة، هي ببساطة وسيلة دفاع شخصي. الليبرالية صارت مثل شماعة بسوريا، أي تصرف ما بيفهموه بينحط عليه الليبل أنت ليبرالي يعني منحرف، يعني كافر، فاسق، عميل، ناسي دينك. لك خلونا نرتاح شوي. أول شيء الليبرالية مش حفلة عري، ما خصها كيف تلبس قد ما أنه خصها أنك تلبس عن قناعة مش عن خوف. يعني البنت اللي لبست قصير مش بالضرورة تكون ليبرالية، والمحجبة كمان مش بالضرورة تكون ضد الليبرالية. اللي بيحدد هو حرية القرار مش طول القماش. تاني شيء الليبرالية مش ضد الدين، الليبرالية مش بالضرورة ملحد، في ناس مؤمنة أكتر من رجال الدين بس بتقول الدين علاقة خاصة مش سلاح جماعي. يعني أنت صلي صوم حب الله قد ما بدك بس ما تفرض هالشي على غيرك، هيك بهالبساطة. يعني ثالث شغلة الليبرالية مش فوضى، ما بتقول اعمل اللي بدك اياه وانسى الناس، بالعكس هي مبنية على احترام الآخر. يعني إذا حريتك عم تأذي حدا تاني ما بقى اسمها حرية، صارت تعدي. رابع نقطة الليبرالية مش عميلة للغرب، ويا ريت كل واحد عم يتهمها بهالشي يسأل حاله ليه عم تهرب الناس على أوروبا؟ لأنها بتعطيهم مصاري ولا لأنها بتضمن يعيشوا الناس مثل ما هنن؟ لو الليبرالية لو كانت شر ما كان ملايين العرب والمسلمين عم يحلموا يعيشوا بدولة ليبرالية بدون ما يغيروا دينهم ولا لغتهم ولا هويتهم. خامسا وأهم شيء الليبرالية مش نادي نخبوي مش فقط للمثقفين أو الطبقة الوسطى، هي بتهم الكل، هي للمرأة يلي بدها تشتغل بدون إذن،
للشباب يلي ما بده يروح على الجيش، ولا الشاب المثلي الجنس يلي خايف يحكي، وللأب يلي ما بده يفرض على بنته تتجوز ابن عمها. يعني الليبرالية مش دين جديد ولا نظام جديد ولا نظارة غربية، هي فقط فكرة بسيطة. اترك كل إنسان يقرر شو بيحب، كيف يعيش، طالما ما عم يأذي حدا. وإذا هيك فكرة بتخوف، يمكن المشكلة مش بالفكرة، يمكن المشكلة بالمجتمع يلي ناسي شو يعني الإنسان. ليش مجرد انك تقول انا حر بيخلي الناس تترنح؟ ليه فجأة بصير في قلق وخوف وهجوم؟ ببساطة لأنه الحريات الفردية بتهز نظام القائم، مش فقط النظام السياسي، لا، النظام ككل، نظام العائلة والسلطة الأبوية، نظام الدين وسلطة رجال الدين، نظام السيطرة المجتمعية وترويض الشعب ليعيشوا مثل خرفان سهل السيطرة عليهم، النظام الرجولة التقليدية اللي متعود ياخد قرارات عن الكل. يعني إذا أنا قررت حب مين بدي، وألبس شو بدي، واشتغل وعيش بطريقة يلي بتناسبني، هيدا الشيء بيهدد آلاف الناس اللي بنوا حياتهم على فكرة أنه الحرية إلنا مش لإلك. عزيزي، الفكرة ببساطة أنه الحريات الفردية بتكشف الوهم، بتبين أنه الكبار مش دايما على الحق، أنه السلطة مش دايما حكيمة، وأنه هيدا الحكي اللي ما بينقال، لا بينقال وبقوة. لهيك أول ردة فعل بيجي هو الخوف، بيصير في حملة تشويه، هذا ليبرالي يعني ضد الدين، يعني فاسد، يعني شاذ، فالت، ما عنده أصل. بس بالحقيقة يلي بيخاف من الحرية الفردية مش خايف على الأخلاق، هو خايف إنه يخسر سيطرته، خايف يصير الفرد أهم من الجماعة، خايف إنه يصير في حكي بدل الصمت، خايف إنه ابنه أو بنته أو مرته أو صديقه يصير عنده رأي مستقل. الحرية ما بتخوف لأنها فاسدة، بتخوف لأنها صادقة، وبس تطلع الصراحة على السطح كل شي مصطنع بيوقع. يعني كل ما زاد الهجوم على الحريات الفردية، اعرف انه في شي عم ينفضح، وفي شخص عم يتحرر، وفي قيود عم تتكسر. الناس عم تنقهر بصمت، مش لأنهم ما بيعرفوا يحكوا، بس لأنه كل شي حواليهم عم يقلن اسكوت، هيدا مو وقتك، هيدا مش دورك، عيب، حرام، مو شغلك. بيشوهوك، بيكسروا راسك، وهيك شوي شوي بصير الواحد ينسى حاله. الشاب يلي كان عنده حلم يصير راقص صار عايش بعقدة لأنه مجتمع قال عيب. البنت اللي بتحب تلبس مثل ما بدها بتضل تشوف حالها بالمراية وتقول يمكن أنا غلط. المثلي اللي كل يوم بيسمع كلمة مريض صار مقتنع أنه هو فعلا بحاجة للعلاج، مش علاج طبي، لا، علاج من الخوف، من العزلة، من كره الذات. والمصيبة هالحالة نفسية مش فقط شخصية، بتصير بتنتشر، بيصير في عدوى، مجتمع كامل بعيش حالة سوبريشن مود، كل شي مكبوت، كل شي مزروع بالخوف. أهل عم يربوا أولادهم بنفس العقد يلي عاشوها، شباب ما عم يختاروا شغلهم وما عم يختاروا دراستهم، عم يختاروا شو اللي بيبيض الوجه قدام الناس. العلاقات كلها واجب، كلها مصلحة، كلها تمثيل،
وقليل جدا تكون عن جد حب. والمجتمع ما بيتطور لأنه ما في ابتكار بدون حرية، ما في اقتصاد بدون مبادرة، ما في ثقافة بدون تنوع، ما في بلد بينهض وهو كله مقموع من جوا. كل ما خنقت إنسان خنقت فكرة، كل ما كسرت شخصية كسرت احتمال، وكل ما قلت لحدا ما فيك انت حرفيا طفيت شمعة، وانطفى صوت كان ممكن يكون ثورة. من بعيد بيبين انه الليبرالية هي مشروع فردي، بس بالحقيقة هي الشرارة الأولى لشي كتير كبير. يعني لما شخص بيقول أنا ما رح خبي ميولي بعد اليوم، أو أنا بدي أدرس وعيش مثل ما بحب مش مثل ما هنن بدن، أو أنا صوتي وجسمي ووقتي لإلي، بدي أعيش مع الشخص يلي أنا بختاره مش يلي أنتو تختاروا لي. هيدي مش فقط تمرد فردي، هيدا بيفتح باب لغيره تيفوت. منك لحالك بتصير قدوة غير معلنة، يمكن ما بتعرف بس بنت الجيران شافتك وشافت فيكي شجاعة كانت مخباية فيها. شاب من بيت التاني سمعك عم تحكي وتذكر انه هو كمان له حق يحكي. الحرية معدية بس مش مثل المرض، مثل النور. حدا بيولع شمعة وبيمرقها، وهو بيمرقها والتاني بيمرقها للي بعده. وحتى لو انطفت شمعة الفكرة ما بتنطفي لأنه صار في 1000 شمعة غيرها. يعني ببلد مثل سوريا الناس تعبت وخافت وانقمعت. أحيانا كل اللي بيحتاجوه هو إنه الواحد يكون حر بصوته، حر بخياراته، حر بحياته، ليتذكروا إنه الحياة فيها تكون غير. مش ضروري نكون زعماء ثورات ولا نكتب مانيفستو سياسي، بكفي نعيش الحقيقة تبعنا بصدق وبكرامة وبدون خوف. ومن هناك بصير التغيير مش حلم كبير، بصير عادي، بصير عادي، بصير واقع. واحدة من أكتر الجمل اللي بنسمعها وقت نحكي عن حريات فردية هي يعني شو كل واحد يعمل اللي بده إياه يصير مجتمع فوضى؟ الجواب لا، مش كل واحد يعمل اللي بده إياه، كل واحد يعمل يلي بيمثله بس بدون ما يأذي غيره. الليبرالية مش دعوة للأنانية، هي دعوة للمسؤولية. إنه أنت حر بس حريتك بتنتهي محل ما بتبلش حرية غيرك. يعني حر تلبس مثل ما بدك بس ما حدا مجبر يعجبه لبسك. حر انك تحب مين ما كان بس مش حر انك تفرض على الناس يحبوك غصبا عنه. حر تحكي رأيك بس مش حر انك تهين او تسب او تلغي غيرك. الحرية ما بتنفي الاحترام، بالعكس الحرية تبني الاحترام. لأنه بس اقبل أنه أنت مختلف عني وبس تقبل أنه أنا كمان مختلف عنك، وقتها نقدر نعيش سوا بدون ما نقتل بعض. الأناني بيشوف حاله مركز الكون بس الليبرالي بيشوف حاله نقطة من البحر. يعني لما أطالب بحريتي أنا ما عم أسرق شي من حدا، أنا عم رجع شي هي بالأصل لإلي. ومن هيك الليبرالية ما بتقسم المجتمع، بالعكس بتعمل مساحة لكل واحد يكون حاله بدون خوف، بدون تبرير، بدون أقنعة. لما نقول بدنا حريات فردية مش عم نحكي عن شي فوضوي ولا طوباوي، عم نحكي عن حقوق واضحة وممكنة ومطبقة فعليا بدول تانية. شو يعني
في حد أدنى لازم يكون مضمون لكل شخص بغض النظر عن دينه، عن جنسه، ميوله أو خلفيته. هيدي بعض الحقوق اللي مفروض تكون بديهيات مش مطالب. الحق بالتعبير عن الرأي بدون خوف من اعتقال أو الشيطنة. الحق بالجسد، يعني كل شخص هو صاحب قراره بجسمه، من اللبس للتوجه الجنسي للخيارات الطبية. الحق باختيار الشريك أو الشريكة بدون تدخل من الدولة أو العائلة أو المجتمع. الحق بتكوين هوية شخصية دينية، فكرية، جنسية بدون وصاية. الحق بالحماية من العنف المجتمعي أو القانوني بسبب الاختلاف. وهيدي مش شعارات، في دول قدرت تطبقها وتحميها، مثلا كندا وهولندا صاروا نماذج للحماية القانونية للفرد حتى لو كان صوته مختلف عن الأغلبية. النرويج وفنلندا عم يشتغلوا على تربية الأطفال من الصغر على احترام الآخر، مش على الخوف من الآخر. ألمانيا برغم من ماضيها اليوم صار فيها قوانين بتحمي حتى حق الناس إنها ترفض النظام طالما عم يحكوا وما عم بيمارسوا العنف. هدول الدول مش مثالية طبعا، بس الفرق إنه في نظام قانوني بيحط الفرد قبل السلطة وقبل الدين وقبل العادات. وهذا الشيء ما صار بيوم وليلة، صار لأنه الناس تعبت، الناس واجهت، الناس طالبت، وتراكمت المطالب لتصير قوانين. نحن بعدنا ببداية الطريق، بس الطريق موجود ومجرب ومفتوح. كل اللي ناقص انه نبلش نطالب، مش كرمال نكون غرب، لا، بل كرمال نكون نحن مثل ما نحن بكرامتنا. إذا بدنا فعلا نطور حريات الفردية، ما فينا نحكي عن الفرد فقط، لازم نحكي عن الكل، عن الدولة، المجتمع، الناس، التعليم، الإعلام، كلهم شركاء. الدولة مثلا مش مهمتها تكون رقيبة على الناس، مهمتها تحمي حريتهم وتخلق قوانين بتأمن العدالة والكرامة، مش قوانين بتكبل وتراقب وتفتش. مهمتها تحمي الضعيف مش ترضي الأقوى، تبني نظام قضائي مستقل، شرطة بتخاف من القانون مش بتكسره، قوانين ما بتفرض نمط واحد على الحياة بل تفتح احتمالات. المجتمع مش لازم يكون سجن كبير، لازم يكون بيئة بتعلمك تحترم مش تحاكم، بتعلمك تسأل بدل ما تتهم، تسمع بدل ما تلعن، وتتقبل بدل ما ترفض كل شيء بخوفك. طيب كيف؟ شو المفتاح؟ جواب كتير بسيط: التوعية، التعليم، التربية. مش تربية على الطاعة بل على النقد، مش تعليم متحجر بل تعليم بيعلم الولد يفكر ويناقش ويكون رأيه. الإعلام لازم يشتغل ليكسر الصور النمطية مش يعززها. المدرسة والبيت، المسلسل، برامج، خطبة، محاضرات، كلهم أدوات يا بيبنوا مجتمع حر يا بيضلوا يعيدوا نفس الحلقة تبع عيب وحرام وما بيصير وسكوت. يعني إذا الدولة بدها والمجتمع فهم والفرد واعي، وقتها كل هالحكي الليبرالي ما بيعود غريب، بيصير طبيعي بديهي، وبيصير الخوف هو الغريب. حكينا عن الحريات الفردية مش بس كلمة كبيرة، بل حق كل واحد فينا يعيش حياته بطريقته وبكرامته وباختياراته. حكينا عن الضغوط يلي عم بتكبلنا، مش فقط القوانين بل كمان العادات ومخاوف اللي بتضيق علينا، عن كيف انه هالشي عم بيأثر علينا نفسيا واجتماعيا وعلى كل تفاصيل حياتنا، وعن الحلول اللي مش خيال، في دول حاولت ونجحت فينا نتعلم منهم،
وعن أهمية دور المجتمع والدولة لنحمي هيدا الحقوق، مش لنكمم أفواه. بس السؤال المهم هو ليش كل هالمعاناة؟ ليش كل هودي القيود؟ لأن الحرية مش فقط كلمة، الحرية هي إحساس جواتنا، هي اللي بتخلينا نعيش بصدق مع حالنا من دون خوف، من دون قيد. وانت اللي عم تسمعني هلأ، صوتك كتير مهم، ومش محتاج تكون انت شخص كبير او عندك منصب. كلمة صغيرة منك ممكن يكون فكرة او سؤال فيهم يعملوا فرق كبير. أكيد يعني الطريق مش سهل، رح نواجه صعوبات، بس كل خطوة صغيرة بحرية أكبر بتكبر المساحة يلي منعيش فيها. شارك، احكي، اسأل، وما تخاف تعيش حريتك، لأنه أول ما تكون حر بعقلك وبقلبك رح تكون حر بخياراتك وتكون جزء من تغيير أكبر. إذا حسيت شيء من الحلقة وصل لقلبك بتمنى تدعمني، تعطي لايك وتعليق، هيدا كتير بيساعد صوتي يوصل أكتر. وإذا فيك تشارك حلقة على صفحتك على فيسبوك، هيك بصير صوتنا أقوى وبيوصل للناس أكتر. شكرا كتير لأنك استمعت، وبتمنى نضل مع بعض بهيدا الرحلة. سلام.